الزعفران أو الذهب الأحمر كما يحلو للمغاربة تسميته لا تخلو الموائد والأطباق المغربية منه نظرا لنكهته المميزة وخصائصه العلاجية، لذا تقتنيه جميع الأسر هناك. الزعفران في الطبخ المغربي مكانة جيدة، ما كنقدروش نستعملوا الطبخ بلا به. بالنسبة للأطباق بزاف اللي كنخدموا بهم كنخدموا بالزعفران كالطاجين القدرة ديال الطاجين الملكي. وفي تلوين، المدينة التي تلقب بعاصمة الذهب الأحمر في المغرب، تعد زراعة الزعفران من اختصاص السيدات دون منازع، فزراعته ليست متطلبة بالنظر إلى ثمنه الباهظ، إذ يصل الجرام منه إلى $12، وقفز سعره عالميا في السنوات الأخيرة لعدة أسباب، منها حظر الولايات المتحدة استيراده من إيران، وبالتالي باتت زراعته والتجارة به تدر دخلا مهما للعائلات بدرجة كبيرة. فقط كيحتاج اليد العامله، يعني كيحتاج السقي في واحد الفتره، وكيحتاج يد عامله في الجن، وكما هو عنده واحد المردوديه واللي كيحسن الوضعيه الماليه ديال المراه. وتستخرج زهور الزعفران يدويا في عملية دقيقة تحتاج إلى قدر كبير من الخبرة، ولإنتاج كيلوغرام واحد يتطلب ما بين 50 إلى 75 ألفا من زهور النبات. ونظرا لخصائصه، قررت جمعية تعاونية نسائية في تطوان إضافة زراعة الزعفران إلى نشاطها في إنتاج مستحضرات التجميل والإضافات الغذائية. وتأمل الحكومة أن يشجع المزارعون الآخرين في المنطقة الشمالية على إبدال محاصيل مثل القنب بزراعة زهور الزعفران من خلال توفير البذور وتحسين وسائل الري وشراء الإنتاج من المزارعين. معلوم أن المغرب هو رابع منتج للزعفران في العالم بعد الهند وإيران وإسبانيا.